فيش بعد هواها، ريحتها، أهلها، كنافتها، نابلس جبل النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطين، واليوم حلقة جديدة ومدينة جديدة من المدن الفلسطينية. نابلس جبل النار، والله وكبروا الصغار يا جبل النار وصاروا ثوار. كبروا الصغار يا جبل النار صاروا ثوار، وحشارة نار خلتها الدرب بالليل نهار. كبروا الصغار يا جبل النار صاروا ثوار. بتقول الروايات إنه نابلس اتأسست بالألفية الثالثة قبل الميلاد، وهاي المدينة من أقدم المدن في العالم، وكان اسمها شكم، واللي معناها المكان المرتفع أو النجد، وتأسست بتل بلاطة. والبعض بيقول إنه جاء اسمها من الكلمات الرامية مباركاتها بمعنى أرض البركات. الرومان هدموها بين عام 97 و66، وقاموا بمدينة جديدة وسموها نابليوس، واللي معناها المدينة الجديدة، اللي مركزها في حارة القريون في البلدة القديمة في نابلس أو عين القريون، وبعدها تحولت نابليوس إلى نابلس. عاشت المدينة من الحكم والسيطرة عليها والاحتلال مثل الصليبيين والملك واليوبيين والعثمانيين والبريطانيين والصهاينة. من ألقابها جبل النار، دمشق الصغرى، عش العلماء، لوجود الكثير من العلماء والأدباء والشعراء. وقد أجى الرحال المقدسي شمس الدين على نابلس في القرن السابع عشر، قالوا عنها إنه فيها زيتون كتير، وهي بوادي مضغوط بين جبلين، سوقها من الباب للباب، مبلطة ونظيفة، وإلها نهر جاري وعليها دواميس غريبة عجيبة. بتكون مدينة نابلس بالبلدة القديمة من 6 حارات: حارة العقبة، حارة الياسمينة، حارة القريون، حارة الحنبلة، حارة القصرية، وحارة الغرب، والمعروفة بمدينة نابلس على مر العصور بالتجارة والصناعة والزراعة البعلية. أهل البلد معروفين بتجارتهم وشطارتهم بالأخذ والعطاء. وصلت التجارة للبلدان العربية كتيرة، حتى أنه وصلت فرنسا، وهلأ تعتبر نابلس نقطة الوصل بين الشمال فلسطين وجنوبها وشرقها وغربها. بتعرفوا أنه نابلس فيها عيون مي كثيرة، وبتقول الروايات أنه المدينة الكنعانية اللي تم تأسيسها أول مرة تأسست على عين دفلة وعيون عسكر وبلاطة. أما المدينة الرومانية الجديدة تأسست عند عين القريون، واللي تعتبر مركز المدينة، مثل ما قلنا لما جاء الرحال المقدسي شمس الدين على نابلس وقال عنها دائم الجريان، ووصف ينابيعها بالخشونة لأنها بتخرج من صخر خشن، ومع وجود المي والينابيع المي خرجت فكرة السقيان، بحيث كان في السقة بمر على البيوت بتعطي الناس مي، ولازم هذا السقة يكون ابن عالم وناس ومن عيلة محترمة ومعروفة، معروف أصله وفصله. ومع وجود السياقين إنه وجدت سبل المي اللي بتعبر عن هوية المدينة وبتعبر عن الحضارة والإنسانية، لحتى تساعد الناس وتوصل المي لجميع الناس. وهذا الاشي اللي بتميز في مدينة نابلس يا حبايب، وفي كل فلسطين. ومن سبل عين المي بنابلس سبيل عين الزيت، سبيل التوباني وغيرها. طبعا مع الاحتلال الصهيوني تعرضت مياه مدينة نابلس الوفيرة للأقصى درجات الظلم والقهر، ومع زيادة عدد السكان واحتياجاتهم للماء صار الاحتلال يتحكم بمصادر الماء الموجودة بنابلس، ولازم يتم أخذ الموافقة للاحتلال على أي مصدر جديد تنويه البلدية بإنشائه. وقامت نابلس على مر العصور وصار فيها كثير معارك، مثل معركة مجدو وأرسوف ومعركة عين جالوت،
بالإضافة لحروبها ضد نابليون وثورتها ضد إبراهيم باشا وتصديرها ومقاومتها للاحتلال الصهيوني باجتياح 2002. وعلى سيرة الاجتياح، على الاجتياح الاحتلال لمدينة نابلس بشهر نيسان عام 2002 بأكثر من 400 آلية عسكرية، وتم فرض حظر التجول لمدة 21 يوم. قامت البلدة 21 يوم من الاشتباك. أخضعت قوات الاحتلال أهل المدينة لقصف وحصار كثير وشديد، وصمدت البلدة طوال هذه المدة. هدول 21 يوم تكاثفوا بالقوة، بس كان فيهم إرادة وصمود من قبل المقاومين الفلسطينيين. كان فيها نوع من الشهامة والنخوة بين النابلسيين. أعطوا المفاتيح محلاتهم للمقاومين حتى يحتموا فيها، وغير تأمين الأكل والشرب حتى يصمدوا الأطفال اللي كبروا بالاجتياح انكتب قدرهم معهم. والنابلسي اللي كبر على الاجتياح كمان ما نسي باب الساحة بيشهد، والقريون بيشهد، والياسمينة بتشهد. دمر الاحتلال كثير من معالم مدينة نابلس، دوار العباد ومدارس ومنشآت التعليمية والثقافية والأماكن التاريخية. كان مشهد مرتب صعب ينسى. الدبابات والمجنزرات والقذائف والقناصة والصواريخ، يعني بنقدر نقول طفولة الجيل، ذكريات طفولية كان بهذا الاجتياح. وهلأ كبروا الصغار يا جبل النار وصاروا ثوار. وبآخر فترة شفنا مشاهد بتذكرنا بالاجتياح والانتفاضة، وبتذكرنا انه نابلس كانت وما زالت جبل النار. وانتظروني في مدينة جديدة ومعلومة جديدة. محبتي لكم، كان معكم إياد أبو الأسمر ابن فلسطين. إذا عجبتكم هذه الحلقة بتمنى ما تبخلوا انكم تعملوا لنا لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وبشوفكم في فيديو جديد. سلام. صغر يا جبل النار صاروا